بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن سبب نزول سورة البروج. يرجع سبب نزول هذه السورة إلى عهد ذو نواس الحميري آخر ملوك مملكة حمير. في عهده تجلى الصراع بين الدولتين العظيمتين الرومانية والفارسية حول التوسع وإحراز السيادة السياسية والاقتصادية في العالم، والرغبة في السيطرة على طرق التجارة الدولية. لذلك فقد اتجهت أطماعهما نحو اليمن لموقعه الهام ولتحكمه في طرق التجارة الدولية. اتخذ الرومان من نشر الديانة المسيحية في اليمن وسيلة لتحقيق أهدافهم في السيطرة على هذا الركن الهام من العالم، فأرسلوا البعثات التبشيرية ونشط الرهبان الذين اتخذوا من نجران مركزا لهم للقيام بدور هام في هذا المجال. أما الإمبراطورية الفارسية فقد شجعت على نشر اليهودية، وازداد المد اليهودي باليمن مع اعتناق الملك الحميري ذو نواس لهذه الديانة واضطهاده للمسيحيين وخاصة رهبان نجران، الأمر الذي أثار غضب الأحباش وكانوا يعتنقون المسيحية، فهبوا لنجدة أخوانهم في الدين وأعلنوا الحرب على ذي نواس. وعبرت جيوشهم الجرارة باب المندب عند مدخل البحر الأحمر وهاجموه وانتصروا عليه، مما اضطره للهرب ولاذ بالجبال اليمنية. قضى ذو نواس بعضا من الوقت في تجميع جيوشه واستعادة قوته تمهيدا لمعاودة القارة ومحاربة الأحباش، وتمكن من الانتصار عليهم واستعادة عرشه. ونظرا لأن نجران كانت معقل المسيحية في بلاده، فقد خص أهلها بالتعذيب والاضطهاد، ففرض عليهم الحصار لمدة 7 أشهر ونجح في فتحها، وعرض على أهلها ترك المسيحية واعتناق اليهودية، فرفضوا وتمسكوا بعقيدتهم، فأمر بحفر أخدود في الأرض وملأوه بالوقود والحطب وأشعل فيه نار حامية، وأتى بهؤلاء النصارى وألقاهم فيها. وقد خلد القرآن الكريم هذه الحادثة في سورة البروج، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العلي العظيم. انتشرت أنباء هذه المذابح في أرجاء العالم، ووصلت إلى الإمبراطورية الرومانية حامية المسيحية، فشعرت بما يواجهها من أخطار، خاصة وأن هذا الاضطهاد لم يكن مبعثه ديني، وإنما كان وراء الفرس بنفوذهم المتنامي في المنطقة وحميتهم العسكرية المنتشرة في الإقليم، والتي كانت تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الرومانية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر. وإزاء هذا التهديد الديني والاقتصادي للرومان، كان لابد لهم من التحرك بأقصى سرعة لحماية مصالحهم والدفاع عن رعاياهم. فأرسل الإمبراطور جستيني الأول إلى نجاشي الحبشة يطالبه بسرعة التدخل لحماية المسيحيين في بلاد اليمن، ويحرضه على غزوها والانتقام من ذي نواس. لاقت هذه الدعوة سرعة استجابة من نجاشي الحبشة، الذي كون جيش كبير بلغ قوامه نحو 70,000 من المقاتلة، وكان على رأسهم القائد أرياط. تمكنوا من اقتحام اليمن والاستيلاء على ظفار والقضاء على ذي نواس. إثر معركة ضارية قتل وأسر خلالها صناديد جيشه، وانتقم الأحباش لما أصاب إخوانهم في الدين، وبذلك انتهى العصر الحميري الثاني ودخلت اليمن تحت الحكم الحبشي. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن الاستماع.